اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم عالم وكل متنوع والليالي. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا معنا الفيديو ديال اليوم اللي جينا باش نقترحوا عليكم واحد السلطه. مع دابا الوقت ديال الصيف كنحتاجوا هكا السلطات اللي كيكونوا منعشين ومغذيين في نفس الوقت. ممكن انكم تعتمدوها هكايا كوجبه غداء او وجبه عشاء. ممكن تاخدوها معكم هكا للبحر ولا كنتو خارجين البيسين ولا خارجين في شي نزهه. كتجي صراحه مغذيه متكامله وصحيه في نفس الوقت، وما غاديش تخسر لكم، يعني شي حاجه اللي زوينه غتديوها معكم ما غتبرد ما حتى شي حاجه. ندوز دابا معكم المقادير وطريقه التحضير. كيما كتشوفوا معايا انا هنايا راني وجدت معكم المقادير كاملين. هنايا راه عندي واحد الكميه ديال البرغل اولا ديال ابلي اولا ديال القمح، كل واحد وشنو كيسميه. انا راه ديجا هنايا سلقته. كتسلقوها البنات بالنسبه للطريقه ديال السلق ديالو كديروه في الماء اللي يكون غليان مع مليحه، كتخليوه واحد 10 دقائق ماكسيموم. ما خاصوش يزيد لكم فيه الطيب، خاصو يبقى شاد راسو باش كيجي زوين هكا في المذاق. صافي البنات، انا درتو في هذا البول هذا. انا اختاريت هذا الشيء هذا اللي كتشوفوا معايا اللي غنذكر معكم. نتوما ممكن انكم تنوعوا كيف ما بغيتوا في الخضر وفي الفواكه، داكشي اللي متوفر عندكم وداكشي اللي نتوما كيعجبكم. انا هنايا غادي ندير مطيشه. ممكن تستعملوا مطيشه سوريز، انا هنايا مطيشه قطعتها هكا مكعبات. درت واحد التفاحه حتى قطعتها مكعبات. كيجي البنات زوين لوغو ديال التفاح في هاد السلطه هذه. الا كنتو ما عمركم جربتوا الميلونج ديال الفواكه مع الخضر راه كيجي البنات رائع بزاف، غير جربوه، انا متاكده انه غادي ينال الاعجاب ديالكم. هنايا عندي واحد نص حبه ديال الفقوس اولا الفقوس اولا الخيار، ممكن نتوما ديروا اللي بغيتوا. انا هنايا كتوفر عندي الفقوس درت الفقوس. واحد الحبه صغيره ديال البصل الابيض اللي قطعته رقيق. انا عزيز عليا البصله اللي ما كنتوش كتفضلوا اللوغو ديالها، ممكن انكم تستغناو عليها، ولكن كتجي صراحه زوينه مع هذا الميلونج هذا. عندي هنا واحد الكميه ديال الذره المعلبه اولا المايز. عندي هنا واحد العلبه ديال التونه ديال الزيت. عندي هنايا الكورنيشون مقطع كيجي زوين، اولا المخلل ديال الخيار صغير مقطع صغير كيجي حتى هو زوين البنات، كيعطي واحد الكروكون، كيعطي واحد البنه زوينه للشلاضه. وهنايا عندنا شويه ديال الزيتون هكا خضر مقطع. وهنايا درت واحد الحبه ديال الافوكادو حتى هي قطعتها مكعبات. وهنا عندي الفينيغريت اللي دايره فيها زويته وشويه ديال الملحه والخل والابزار. وعندي هنايا المايونيز كيف ما كتشوفوا معايا. اللي ما كيفضلش المايونيز ممكن انكم ديروا المايونيز المنزلي، اولا ممكن انكم ديروا واحد الصلصه اللي سهله كديروا فيها غير دانون السوس، كتشدوه كتزيدوا عليه هكا الزيت والخل، وكيجي صراحه بحال كيخفاف وكتخلطوا به، كيجي صراحه حتى هو رائع. ما كنتوش كتفضلوا المايونيز. هادشي اللي كاين البنات. ندوز دابا معكم الطريقه. صافي البنات، دابا كيف ما شفتوا معايا غادي نبدا كنضيف المكونات. مطيشه كانت عندكم سوريز ما افضل، ما كانش عندكم ديروا هذه، وحيدوا لها الزريعه وحيدوا لها ديك الماء ديالها باش ما تجيكمش شلاضه مليحه. صافي غادي نضيفوا تفاح. ممكن انكم ديروا حتى الخيزو هكايا، سوا جوليان ديروا الخضر الا كنتو كتفضلوا الخضر. الا ما كانش كيعجبكم المذاق ديال الخضر ممكن انكم تسلقوه مع شي حبه ديال البطاطا حتى هي مكعبات وتضيفوها حتى هي. ممكن تضيفوا جلبانه اللي كيفضلها. المهم يعني هاد الشلاضه هذه صراحه كتنوعوا فيها كما بغيتوا. واحد المكونات البنات اللي حتى انا كنديرو زعما عاده، غير اليوم ما توفرش عندي، هو الزبيب. كيعطيها واحد النكهه زوينه بزاف. هذاك الميلونج ديال المالح مع الحلو كيجي رائع 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 رائع، ما تصوروش شحال كيجي زوين. كنصحكم انكم تجربوه، كيجي رائع. انا اليوم ما توفرش عندي، ولكن في العاده كنديرو كيجي صراحه زوين 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 بزاف. نضيفوا هاد التونه. صافي نضيفوا الزيتون والكورنيشون اللي حتى هو كيعطي واحد القرمشه زوينه لهاد الشلاضه ديالنا، كيعطي واحد الانتعاش. والافوكا هنا. صافي البنات، هانتوما من بعد ما درت كلشي هنايا في هاد البول ديالي، دابا غادي ناخذ هاد الصلصه هذه اللي ذكرت معكم.
صافي وغادي نخلط كلشي. غادي نبدا نخلط العناصر ديالي كاملين، وهكا غادي نكونوا حصلنا على سلطه منعشه متكامله، فيها الخضروات، فيها الفواكه، فيها البروتينات، فيها الكربوهيدرات، فيها كل شيء وصحيه. نتوما كيف ما شفتوا منعشه، شي حاجه اللي مصايبها على يديك، وكتعطينا يعني كميه كبيره ومغذيه وكتشبع. يعني ممكن هاد السلطه هذه ديريها كغداء او العشاء، سورتو دابا مع الصيف ما كنقدوش على شي حاجه ثقيله، على شي حاجه اللي هكا بحال البرد. كنبغيو الطويجنات، كنبغيو هكا حويجات اللي ثقال، كنبغيو شي حاجه سخونه. دابا كنبغيو الحوايج المنعشين. داكشي علاش غنبقى نبارطاجي معكم هكا سلطات، نبارطاجي معكم عصائر، شي حاجه اللي منعشه اللي تنعشنا في هذا الجو هذا. هانتوما البنات شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كتجي هاد السلطه ديالنا. نخليها غير في هذا البول هذا حتى نديرها هكا في طبيصلات فرديين. نتوما شوفوا لي ما شاء الله كيفاش كتجي زوينه. وجدت معايا في وقت اللي وجيز، ما كملتش فيها حتى 5 دقائق. هادشي اللي كاين البنات، هذا هو الاقتراح ديالنا ديال اليوم. نتمنى انه ينال اعجابكم، نتمنى انكم تجربوا هاد السلطه هذه وتنوعوا فيها كيف ما بغيتوا، تبدعوا فيها كيف ما بغيتوا. بالنسبه للمايونيز البنات غتشوفوا انني ما درتوش في السلطه، لانه ماشي كلشي في الدار كيفضلوا المذاق ديالو. يعني افراد الاسره ماشي كلشي كيبغي، هذاك الشيء علاش كل واحد غيدير في الطبق ديالو. هادشي اللي كاين. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم، نتمنى انكم تجربوا هاد السلطه وتنال اعجابكم، تبدعوا فيها وتنوعوا فيها كيف ما بغيتوا، ويعني ديروا داكشي اللي نتوما كيعجبكم. وهادشي اللي كاين، هذا هو الاقتراح ديالنا ديال اليوم. نتمنى انكم تجربوا وتردوا عليا الخبر، نتمنى انه ينال اعجابكم. خليت لكم راحه والخير، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.